صافيه فعلا عايزين يعملوا حاجه لبلدنا. الحمد لله من سنه 48. ايوه احنا الحمد لله انها اتعملت. احنا بنهني الاستاذ محمود محجوب لان دي اول ميداليه في رفع الاثقال من سنه 48 واتعملت في عهد الاستاذ محمود محجوب وهو رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال. فاحنا بنبارك له كلنا وبنقول مصر كانت ليها باع طويل جدا في الثلاثينات والاربعينات في رفع الاثقال من ايام بقى خضر التوني وسيد نصير والناس دي كلها بقى. فيعني النهارده الاستاذ محمود محجوب وفريق رفع الاثقال يعني رجع لنا الرفاع الحديد ثاني. والاهم بقى من كده انها فتاه مصريه واول فتاه مصريه تجيب ميداليه في وقت البطوله. وكمان السنه دي عام الشباب فاحنا فرحانين بقى ان عام الشباب والشابات وتجيب فيه الميداليه ديت 2016. يعني طبعا حاجه تاريخيه. ساره يعني النجاح ده كله ما بيجيش عشان محمود محجوب ولا المهندس خالد عبد العزيز ولا المهندس هشام حضر، لا كل الناس دي بتشتغل مع بعض في الاخر اكيد بيطلع نجاح. محدش بيقدر يشتغل لوحده، ولكن في الاهم من كل شيء ان النيه تكون كويسه. صحيح.